بعد كلمون في حرف اسمه اكسي، وطبعا من واضح من اسمه ان هو يساوي حرف الاكس الانجليزي، يعني حرف كاف يتبعه حرف سين. ممكن ان احنا نستخدمه مثلا لو حبينا نكتب كلمة تاكسي اللي هي TAXI في الانجليزي، ممكن ان احنا نحطه مطرح الاكس. طبعا في كلمات احنا هنضطر نستعيرها من لغات تانية اللي هي ما كانتش موجودة زمان. بعد حرف اكسي في حرف اسمه او. حرف الاو ده زي الضمة، وبنسميه او القصيرة او او الصغيرة، لان عندنا او تانية طويلة. يعني افرض ان احنا عندنا هنا حرف النون قبله وبعده، بالاو ديت هيتقري نون. في حرف تاني هنقابله بعد كده نشيل الاو ونحطه تتقري نون، فده اسمه اوميكرون، يعني او الصغيرة، اوميكرون. احنا كلنا نعرف كلمة ميكرون، عندنا الميكروباص، الميكروجيب، الميكروب. الكلمة موجودة في حياتنا، دخلت في الإنجليزي ودخلت في العربي.